السبب الرئيسي لزيارتي للكويت في في شركة حنقعد معاها احنا تبع شركة قممي، فنبغى نشوفها ونجتمع معاها. الدوري السعودي السنة هذه مختلف لأنه الجميع مستعد استعداد طيب. لو تلاحظ مثلا ما بين الأول والرابع نقاط معينة، 4 نقاط أو 5 نقاط، وتعرف 5 نقاط في بداية موسم ما هي بشيء. فأتوقع فيه يمكن اللي بياخذ المركز الأول حيتعب. نادي النصر بداية طيبة، بعدين نزل الأداء، والآن في آخر مباراتين خصوصا في الدوري مع الوحدة ومع الأهلي فريق كان مختلف تماما، لا من ناحية الروح أو من ناحية الأداء، والمباراتين هذه هي اللي رجعت النصر في بوابة المنافسة. فهد الأنصاري قبل ما يكون لاعب أخلاقه عالية، مؤدب لدرجة كبيرة. أنا شفته في دوري التبوك. من ناحية فنية شفته في مباراته مع الاتحاد، بالعكس لاعب منضبط، لاعب لياقته عالية داخل الملعب، بيقطع كرات بدون ما يتعمد انه يعمل الخشونة او مصادمات مع احد. ايضا لاعب يتابع الهجمة. في عندك لاعبين المراكز الخلفية تحس انهم دائما يتواجدوا في الناحيات، هو يساعد ايضا للناحية الهجومية. لاعب انا اتصور مكسب للاتحاد. تقول كأس الخليج كويس، اوتوماتيك الكويت يعني متوازي معاها، فما ادري انا ايش اللي حاصل، لكن لابد ان الامور هذه تتغير، لانه اي بطوله مش بطوله الخليج الحقيقه، اي بطوله خليجيه او اسيويه او عربيه لابد انه يكون متواجد المنتخب الكويت. الكويت كان اسمه مرتبط من زمان في الرياضه عندنا، سواء على المستوى الخليجي او على المستوى الاسيوي او حتى على مستوى دخل كاس العالم، نهايه كاس العالم. فان شاء الله الامور هذه تنحل وترجع الرياضه الكويتيه ثاني مره للمشاركه.